تعالوا احكيلكوا حكايتي قبل ما يتم تنفيذ حكم الإعدام عليا بعد أسبوع من دلوقتي. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي شهد، عندي 25 سنة وجميلة جدا. اتجوزت جواز صالونات، اتجوزت من شخص محترم جدا وابن ناس. أكدب يعني؟ لا مش هكدب، هو فعلا جوزي كان محترم جدا وعمره ما أخرلي طلب ولا عمل لي حاجة وحشة، لكن أنا اللي كنت وحشة وضعيفة ومش لاقية مبرر للي أنا عملته ده وللأفكار الوحشة اللي كنت بفكر فيها. المهم، في بداية جوازنا كنا قاعدين في بيت عيلة وعشنا فيه 2 سنين. الأول كانت الأمور كويسة وكانت تمام لحد ما أخوه الصغير اتجوز، ومن هنا بقى بدأت المشاكل، مشاكل السلايف اللي كلكم عارفينها. وبعد ما انقطعت الحلول لحياتنا مع بعض، عرضت على جوزي ان احنا نخرج من بيت العيلة. انا ما بقتش مستحملة، انا عايزة اطلع من هنا. نروح فين بس يا شهد؟ الدنيا صعبة واحنا قاعدين في ملكنا وما بندفعش ولا جنيه. ماليش دعوة، اجر شقة. هأجر منين بس؟ ما انتي عارفة الظروف. ماليش دعوة، اتصرف. هتصرف اعمل ايه بس؟ ضغوطات كبيرة مني، وافق جوزي على اننا نخرج من بيت العيلة واجر لنا شقة في المدينة اللي تبعنا. اصلنا كنا قاعدين في بلد ارياف، وفي المدينة بقى محدش يعرف حد، وده كان مصدر سعادة وكمان راحة ليا. حياتنا كانت ماشية يدوب بالعافية، لكن اهي كانت ماشية. كانت عندنا بنت واحدة وقررنا ما نخلفش تاني غيرها على الأقل في الوقت ده، وكانت عمرها 2 سنين. وبسبب المشاكل اللي حصلت في بيت العيلة جوزي جاله السكر وكان بيتعب، وكان التعب ده مأثر على حاجة تانية. وفي ليلة من الليالي جوزي تعب جدا واغمى عليه، وما بقيتش عارفة اعمل ايه ولا اروح فين، لان علاقتنا مع اهله واهلي ما كانتش قد كده. ما لقيتش قدامي غير جار لينا في العمارة، كان في الدور اللي تحت مننا على طول. لقيت نفسي بجري على شقته وبخبط عليه، فتح لي الباب وكانت فتحة ابواب الجحيم عليا. المهم، لما طلع قلتله الحقني، جوزي تعب واغمى عليه فجأة ومش عارفة اعمل ايه. قال لي دقايق هدخل البس حاجة، وفعلا بعدها بشوية لقيته بيرن الجرس عليا، فتحت له فورا وخدنا جوزي ورحنا بيه اقرب مستشفى. الدكاترة طمنونا عليه وقالوا انه لازم يفضل في الرعاية وممنوع حد يبات معاه. جاري واللي كان عايش لوحده وعازب قال لي يلا نرجع ونجيله الصبح بإذن الله. ركبت معاه العربية ورجعنا لحد العمارة بتاعتنا، وقال لي تحب أوصلك لفوق؟ قلت له لأ، كتر خيرك لحد كده، وشكرته وقلت له اتفضل انت، وكفاية انك طول الليل معايا وتعبان معايا. قال لي أنا تحت أمرك، ولو في حاجة بعتيلي هجيلك فورا. وسبته قدام شقته ومشيت. وبعدها بكام خطوة كده حسيت بدوخة جامدة قوي، ولقيت نفسي بقى على السلم. جري عليا وشني وطلع بيا فوق للشقة عندي، وبتعب شديد طلعت المفاتيح اديتها له، اخدها وفتح الباب، ولما دخلني نزلني على كنبة في الصالون ودخل المطبخ وعمل لي مية بسكر شربتها وهو ساندني عشان ما وقعش الكوباية. ساعتها حسيت احساس غريب وحنية كنت محتاجاها قوي. حسيت ان مشاعري بدأت تتحرك. ما فوقتش غير لما قال لي بقيتي كويسة؟ قلت له هبقى كويسة ان شاء الله. وشفت نظراته وبتوتر قال لي طب انا هنزل وهعدي عليكي الصبح عشان اوديكي المستشفى لو ما عندك مانع. ومشي وسابني. وانا بقيت حاسة باحساس غريب جوايا، والاحساس ده بقى يتملك مني. وقلت لنفسي عيب يا بت اللي بتفكري فيه ده، انتي ست متجوزة وجوزك كويس معاكي. لكن ما قدرتش اقاوم احساسي بيه واستسلمت للافكار. وبعد الليلة دي اتغيرت حياتي تماما. وبعد فترة حالة جوزي اتحسنت وطلع من المستشفى، وطلب مني ان احنا نروح نشكره على اللي عمله معانا. انا بشكرك قوي على وقفتك معانا.
ما تقولش كده، احنا جيران واخوات. لا بجد، انت عملت اللي اهلي ما عملوش معايا. يا عم لا شكر على واجب، وحمد لله على سلامتك مرة تانية. ايه يا شهد، ما تقومي تعملي لنا حاجة؟ انت غريبة ولا ايه؟ لا غريبة ازاي؟ قومي يا شهد اعملي حاجة. عندك المطبخ جوه هناك اهو، وانت صاحبة مكان، ما تعمليش نفسك غريبة. وضحكة ورا ضحكة وكلمة ورا كلمة بقى صديق لجوزي، وزي ما بيقولوا بقى صديق عائلي. بقينا نزوره كتير وهو يجي عندنا كتير، ونسهر ونتكلم ونضحك ونهزر. وجوزي كان واثق فيه قوي، وهو كمان كان مبين انه صاحب مخلص ومحترم وبيعمل حاجات تؤكد ظاهريا كده، لكن انا كنت واخده بالي من نظراته وفاهماه كويس. وفي ليله جوزي كان بايت في الشغل، وطبعا كان هو عارف ان هو في الشغل، وفي الليله دي بقى طلع لي، ووضعنا حد للنظرات اللي كانت ما بينا، وحصل اللي حصل في الليلة دي. وبعد كده جوزي اتغير مواعيد شغله، وكأن الظروف كانت في صفنا، وبقى يبات بالليل في الشغل ويسيبني. واتكرر الموضوع ده كتير، تقريبا كل يوم، لحد ما في يوم. معلش يا جماعة، مفيش شغل النهاردة، وهتمشوا بدري النهاردة. طب الحمد لله ان احنا هنروح بدري. ايوه يا عم، اتصل بقى بمراتك، خليها تجهز لك اكلة حلوة ولا قعدة حلوة. هتصل ايه؟ انت غشيم؟ ما انت عازب صح، ما بتفهمش المفاجآت بتعمل ايه. انا هعملها لها مفاجأة. ايوه يا عم يا بختك. طبعا كنا انا وجاري مع بعض في السرير، وفجأة لقينا جوزي واقف قدامنا بعد ما فتح الباب من غير ما نحس. وقف مصدوم ومبرق عينه من اللي شافه، مش مصدق نفسه. جري ناحيتنا، وجاري قام ضربه كذا ضربة طبعا، وانا ساعدته لحد ما مات. ايوه، ايوه موتته انا وجاري، موتت جوزي، وخفينا كل حاجة تدل على وجوده، وبلغت انه مختفي بقاله يومين. وطبعا ده كان تخطيط من جاري، وكنت بدور مع اهله وبمثل ان انا متأثرة اوي وزعلانة عليه لحد ما لقوه. وطبعا كملت التمثيلية والعياط عليه، وكمان اخدت عذاب. شفتوا اللي بيقتل القتيل وبيمشي في جنازته؟ انا عملت كده، خدت عزا جوزي. لكن ربنا ديان وبيظهر الحق، ومفيش جريمة كاملة. اتعرفت الجريمة بعد فترة من البحث والتدقيق، واتعرف كل شيء من البداية للنهاية. ودلوقتي انا اهو في السجن وقاعدة بكتب لكم قصتي، يمكن الحق حد في بداية الطريق ده، او حد بيفكر يمشي فيه عشان يلحق نفسه، ويعرف انه مهما احتاط ودارة واخد بكل اساليب الامان، لازم يجي الوقت ويتكشف ويتعرف كل حاجة. والذنب اللي انا فاكراه صغير هيتحول لذنب كبير، وممكن ينتهي بجريمة كمان. انا خسرت كل حاجة، خسرت بيتي وجوزي وعمري وبنتي اللي سمعتي هتفضل تطاردها طول عمرها، وهتتعاير بيا بعد كده، واهلي اللي طلعوهم من البلد وحطوا راسهم في الطين، وحاجات كتير قوي ما كانش ليها لازمة تحصل. فيا كل بنت ويا كل ست، أرجوكي صوني نفسك، واوعي تغلطي غلطتي. وبالله عليكم تدعولي ان ربنا يغفر لي ذنبي. لا ده مش ذنب واحد، ده ذنوب، ومش اي ذنوب، ده كبائر كمان.